التشكيلة المتوقعة لبرشلونة أمام إسبانيول. غضب في مدريد وسعادة في برشلونة. أسينسيو متاح لبرشلونة بعد 48 ساعة. تشافي يكشف موقف مشاركة أروخو أمام إسبانيول. بوسكيتس مهدد بالغياب عن مواجهة أتلتيكو مدريد. التشكيلة المتوقعة لبرشلونة أمام إسبانيول. كشفت الأصل الإسبانية عن تشكيلة برشلونة المتوقعة في الديربي بالجولة 15 من الليغا، والتي سيحاول تشافي أن يقتنص النقاط الثلاثة بها، وذلك للعودة للصدارة التي انتزعها ريال مدريد بفوزه على بلد الوليد. هذا وقد تألفت التشكيلة من تير شتيغن، ألبا، كريستيسن وكوندي، روبرتو، ديونغ، بوسكيتس، بيدري. في الهجوم رافينيا، فاتي وليفاندوفسكي. غضب في مدريد وسعادة في برشلونة. منذ أن أعلنت المحكمة المركزية الرياضية مع المحكمة العليا موافقتها على تجميد عقوبة الإيقاف للاعب ليفاندوفسكي لحد دراسة الاستئناف والحجج المقدمة من نادي برشلونة، وبعدها ستصدر القرار النهائي. وهناك حالة من التباين في المشاعر بين مدريد وكاتالونيا. في مدريد يرون ما حدث مجاملة، وإن هذا تمهيد لرفع العقوبة، وإن محاولات إعلام برشلونة في تصدير الخوف للجنة المسابقات، بينما في كاتالونيا يرون أن الحق عاد لأصحابه، وأن ليفاندوفسكي لا يستحق التنكيل به في الوقت الذي انتقد فيه أنشيلوتي الحكام ولم يحدث له أي شيء. أسينسيو متاح لبرشلونة بعد 48 ساعة. بعد 48 ساعة من الآن سيصبح ماركوس أسينسيو لاعب ريال مدريد متاح للتوقيع لأي ناد دون رجوع لريال مدريد وإدارته. نادي برشلونة من ضمن الأندية المهتمة بالتعاقد مع اللاعب الإسباني حسب ما ورد في تقرير صحيفة الآس، حيث يريد تشافي هرنانديز مدرب البارسا التوقيع معه في الصيف مجانا لدعم الفريق الأول وخط الهجوم. فهل ترى أن ماركوس أسونسيو سيناسب سياسة برشلونة ويمكنه الإضافة للفريق الكتالوني حال تم التعاقد معه في الصيف؟ تشافي يكشف موقف مشاركة أروخو أمام إسبانيول. كشف تشافي هرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة عن موقف مشاركة الأوروغواياني رولاند أروخو مدافع البارسا اليوم السبت أمام إسبانيول بعد غياب دام لأشهر بسبب الإصابة. وقال تشافي: بعد المدربين كانوا مع أوروخو خلال المونديال، وكنا نتواصل مع المنتخب الأوروغواياني. الأهم بالنسبة له هو أن يكون جاهزا ومرتاحا. بالنسبة له هو بخير وجاهز للعب. وأكمل تشافي: أعتقد أن أروخو سيلعب أساسيا اليوم، لكننا سنرى إمكانية لعبه بعض الدقائق في هذه المباراة. بوسكيتس مهدد بالغياب عن مواجهة أتلتيكو مدريد. سيكون بوسكيتس مهدد بالغياب عن مواجهة أتلتيكو مدريد في الجولة 16 من الليغا حال تلقيه بطاقة صفراء جديدة في مواجهة إسبانيول. هذا سيحاول قائد البارسا عدم تلقي أي بطاقات في الديربي الكتالوني، وذلك لأهمية مواجهة أتلتيكو مدريد في المنافسة على ليغة الموسم الحالي.